في واحدة من أسوأ المباريات للزمالك الموسم ده والأسوأ لجروس والأسوأ لوعي اللاعبين في أرض الملعب. الزمالك بيخسر من مودرن فيوتشر الأخير في الدوري عشان فيوتشر يكسب أول مباراة ليه خلال هذا الموسم على حساب الزمالك. قبل الماتش وكتفكير مشجع زملكاوي حافظ للدوري المصري بدأت أسأل نفسي سؤال: مين اللي هيعوض غياب عبد الله السعيد؟ خصوصا ان فيوتشر هيلعب دفاع تحت الكوره وهيقفل خطوطه، ومن الاخر يعني هيركن الاتوبيسات بتاعته في ال 18، وده شيء كان متوقع للجميع. وهل جروس هيقدر يتعامل مع التكتلات الدفاعيه دي من غير العقل المدبر اللي بيربط بين الخطوط وبياخد الريسك باص؟ بس في الحقيقه ما كانش عندي اي اجابه، خصوصا انك ما عندكش دكه تعتمد عليها. بس كان في حل واحد بس، وهو تغيير تمركزات بعض اللاعبين، ومحمد عاطف هو يبقى المحور اللي بينزل يستلم الكوره. بس اساسا جروس غير الطريقه بتاعته. جروس بدأ اللقاء وعلى غير المعتاد بتشكيله 4-2-3-1. عواد في الجون، قدامه حسام والمسلوسي، على يمينهم عمر، على شمالهم فتوح، قدامه محمد شحاته ودونجا، وينج يمين عاطف، وينج شمال شلبي. زيزو واخد حريه حركه قدام مهاجم وحيد سيف الجزيري. اول حاجه ما كنتش متوقعها من جروس هو تغيير طريقته من 4-3-3 اللي لعب بيها ماتش انيمبا ل 4-2-3-1 اللي لعب بيها النهارده. وبصراحه ما كانش عاجبني التغييرات في الطريقه، لان انت بقالك حوالي 5 أو 6 ماتشات بتلعب بطريقتك المعتاده اللي خلاص اللعيبه اتعودت عليها، واللي انا كمشجع اتعودت عليها، وبنأدي وبنعمل اداء محترم. بس ما علينا، يمكن الراجل شايف حاجه احنا مش شايفينها. بدأنا اللقاء وزي ما توقعنا فريق فيوتشر بيعمل كومباكت دفاعي وعامل زحمه كبيره قدام ال 18 بتاعه، مش مخليك عارف تطلع بالكره بالشكل الصح وبالشكل المرتاح. طب هل كان في اي تدخل من جروس؟ الاجابه لا. وبتكلم هنا على تغيير الطريقه يا شباب، مش بتكلم على تغييرات جروس. جروس ما عندوش دكه غير بنتاج وكلنا عارفين. بس ابسط الحلول مثلا ضد الفرق اللي بتدافع ومقفله المساحات، يا اما العرضيات او التسديد. فيوتشر نازلين ببلوك منخفض جدا وعدد كبير من اللعيبه تحت الكوره. تخيل طول الشوط الاول مفيش تسديده واحده على مرمى جنش. بدأنا الشوط الثاني وبنفس الطريقه وبنفس الاستحواذ السلبي. جروس صبر كتير جدا على الجزيري، صبر كتير جدا على وجود بنتاج على الدكه كعنصر يقدر يحل بعض التكتلات بسرعته واختراقه. والحمد لله اخيرا بينزل 3 تبديلات بيحسنوا من شكلنا نوعا ما. ولكن بنشوف فرانك دوما اللي عمل ماتش كبير جدا بالمناسبه هنتكلم عليه بعد شويه، بيعمل تغيير جوناثان. وساعتها عرفت ان في كرة هتترد علينا هجمة مرتدة تجيب اجلنا. ولكن ماذا فعل العراب السويسري بعد اصابة المسلوسي؟ ايوه يا معلم، نزل شيكابالا مكانه عشان فتوح اللي عمره ما شفته بيلعب سيرد باك نشوفه واقف زي الكوت في الدفاع، ونشوف بنتايج اللي هو باك شمال وشيكا وينج شمال، في واحدة من اكتر التغييرات العبثية اللي شفتها للزمالك اخر 5 سنين. طبعا مش محتاج اقول لك ان بنتاج هو اللي نزل شغل الناحيه الشمال، وفتوح امكانياته مش دفاعيه خالص، وان نص ملعبك بقى دونجا ومحمد السيد وشحاته، والثلاثه اصلا مركزهم الاساسي خط وسط مدافع. وعلى فكره جروس يتحمل نسبه تفوق ال 60% في الهدف اللي دخل فينا ده، لان انت كمدرب شايف لاعب هجومي عنده سرعات خرافيه نازل، فالطبيعي انك لو ما كسبتش تحاول ما يدخلش في الجول. طبيعي جدا ده يكون شكل الزمالك المتوقع امام التكتلات الدفاعيه الكبيره في حاله فقدان عنصر العبد الله السعيد والناصر ماهر. الفريق ماسك كرة لكن بيعاني في الاختراق. فرانك دوما بيلعب بطريقه 3-4-3 وواقف بلوك متوسط بهيكل كومباكت، شاغل الممرات ومضيق المساحات بينها، لدرجه ان في كذا مشهد لزيزو بيستلم وبيتلم عليه اكتر من لاعب. ماتش زي ده اكتر حد كان هيفكه هو يا اما عبد الله السعيد يا اما ناصر ماهر. الزمالك كان محتاج لاعب يكسر الخطوط بتمريرات عميقه ومش متوقعه، وده ما كانش موجود النهارده كان ملخص المباراه غياب لاعب واحد قادر يهد شكل الفريق بالكامل قدام فريق متكتل بشكل منظم بدون العبد الله السعيد. النهارده مدرب مودرن فيوتشر عمل ماتش كبير تكتيكيا، عمل ماتش دفاعي ممتاز زي ما قال الكتاب، وفريق بيلعب كومباكت 3-4-3 وشرس في كل الحوارات الثنائيه وكمان الدفاعيه. عشان تكسر التكتل ده مش سهل تعمل عليه انماط وجمل بلاعيبه زي دي، وهتحتاج حد يفكها بتمريره او قرار غير تقليدي. هنا بقى بتيجي قيمه عبد الله السعيد واي لاعب زيه. عبد الله كان بيحل كل الطلاسم دي بقراره في قراءه مسار اللعب وتمركزات افراد المنافسه، وهنا برضو بيتفضح معاهم فقر القايمه بتاعتك وانعدام الحلول فيها. لا فيها كواليتي المدرب يهاجم بيه ويستحوذ بيه، ولا فيها لعيبه صناع فارق. جروس اي نعم بيتحمل جزء كبير من الماتش بادارته الفنيه السيئه، بس اوقات كتيره المدرب بيغلط عادي ولعبته بتلحقه وبيطلع كسبان، وكل ده بيتدرى في المكسب. لكن مين في الملعب هيسعف جروس؟ شلبي اللي بيجري ويتحرك غلط وبيفقد الكرة اكتر ما بيخرجها صح، ولا المهاجم الاجنبي اللي عندك اللي بيعطل الهجمه المرتده لفريقه؟
ولا زيزو اللي المفروض كان شايل الفرقة كام سنة وحاليا بيقدم مستوى مزري ولازم بقى نعرف اخرتها لانها بوخت على الاخر؟ ولا فتوح الدولي اللي ما عملش اوفر صح من اول الموسم واكتر لعيب عامل مس باص في الملعب؟ ولا نص الملعب اللي عامل نفسه بيقطع الكورة واحنا عاملين نفسنا مصدقين؟ ولا الادارة اللي سايبة الفريق ومفترض انه بينافس ومبني على 5 لعيبة بالعدد؟ عايزين الصراحة واللي بنقولها من اول السنة مش بعد الخسارة بس، ده مش فريق ينافس على بطولة نفس طويل بأي شكل من الأشكال. وانت لو لسه في المنافسة فده لأن منافسينك واقعين مش لأنك فريق جامد. لعبة الهدف بتعكس الحالة الكارثية اللي كان عليها لعيبة الزمالك طول المباراة. تقريبا 5 لاعبين مشاركين في الهدف، بداية من حسام عبد المجيد اللي قرر يخرج لحد وسط الملعب عشان يشارك في التحام هوائي بعد تنفيذ الخصم لضربة مرمى، خروج ملوش اي 30 لازمه وباع مساحته واتضربنا منها. الكارثه الثانيه في ثنائي الارتكاز بتوعنا سواء محمد السيد او دونجا. شايفين السنتر باك بتاعنا خلاص اتضرب والمفروض بقى يعطلوا الهجمه باي شكل من الاشكال، لكن الكباتن واحد بيحلق وعامل نفسه روش وقال ايه يعني بيقفل عليه زاويه التمرير بالعرض بس من غير ما يضغط. وزي ما قلت لك قبل كده كابتن دونجا ما بيضغطش على المهاجمين، كابتن دونجا بيحلق، والتاني بطيء سلحفه ومش قادر يمد رجله يعمل فاول. الكارثه الثالثه في الباكين بتوعنا سواء بنتايج او عمر جابر. اللعبه مقريه من بدري جدا انها تتعمل 1 2، يبقى المفروض اي باك منهم يروح يغطي ويقوم بدور الليبرو، لكن الاتنين واقفين زي الناشئين بالظبط بيتفرجوا. الكارثه الرابعه انت ما عندكش حارس مرمى. كلنا بنشوف عشرات اللعبات اللي زي دي وبنسبه كبيره من الحراس بيتعاملوا معاها، وفي اللي بيطلعها وفي اللي بتدخل بس بعد محاوله من الحارس. لكن عواد لا طلع عشان يقفل زوايا المرمى على المهاجم ولا قفل الزاوية الضيقة ولا حتى البعيدة. الهجمة بدأت وانتهت وعواد واقف في نفس المكان ما اتحركش شبر واحد، كل اللي عمله انه فتح ولا مؤاخذة رجله. انت عارف في الكرة دي لو عواد اخد خطوتين وقفل الضيقة هيجبر جوناثان الاشول انه يشوطها في البعيدة، ولو شاطها في البعيدة بوش رجله او ببطن رجله الكرة هتلف لبره لان جوناثان لاعب اشول وبنسبة كبيرة الكرة كانت هتطلع بره. لكن عواد ده الهدف رقم 1000 اللي يدخل فيه بنفس الطريقة وفي نفس الزاوية الضيقة بتاعته، والمصيبة ان في طائفة عملت له رصيد بسبب انه كويس في ضربات الجزاء. ومعلش عايز اتكلم تاني عن تحرك دونجا تحديدا في الهدف ده. دونجا واعي كويس ان فريقه خسر واحد من قلبين الدفاع بتوعه وان بديله هو احمد فتوح اللي هو اصلا مش سيرد باك، اكيد واعي ده كويس، ومع ذلك فبدل من حماية العمق الدفاعي قدام فتوح وحسام عبد المجيد كالعادة تمركز وحماية مساحة أغرب من الخيال. مستحيل يكون عنده وعي بالمساحة أبدا، لا ويعمل واحدة من أغرب الاندفاعات. ومش كده وبس، فتح مساحة العمق على مصراعيها قدام جوناثان. الراجل لقى نفسه ماشي في فدان أرض قدام قلبين الدفاع. اللي عمله فتوح في اللقطة دي ما اقدرش الومه عليه أبدا، لأن طبيعي سلوك أي حد مكانه إنه يخرج يقابل الكورة، بالتالي باع نفسه بالمساحة بتاعته. الدنيا خربانة والمنافسة مشتعلة ومكسب يوصلك للصدارة، والكابتن نازل بيلعب على الواقف بكل تناك على الكورة، لا بيتحرك ولا بيضغط وبيتمشى في الملعب زي العل، مش فارق معاه خالص، ما هو جدد خلاص وده من راتب 3 سنين بالدولار يا معلم. ومش عاجبك اتفرج على المحامي بتاعي بالليل وهو بيهددك بالفيفا. في الحقيقة انا والله ما عارف اتكلم على مين ولا مين. اداء سيء جدا من اغلب اللاعيبه النهارده، وعلى راسهم للاسف احمد السيد زيزو اللي ظلم انه لاعب رقم 10 ودي مش حتته. ولكن حتى في الكرات العرضيه زيزو ما رفعش ركنيه ترضي ربنا في الشوط الاول، والاسوأ انه حتى في الكرات الثابته اللي كانت مصدر خطوره لينا وسلاح مهم جدا في وجود حسام عبد المجيد في منطقه الجزاء زيزو ما عملهاش صح. مفيش لاعب ايا كانت امكانياته الفنيه هيقدم مستوى ثابت طول ما هو ملوش لاعب بديل بنفس كفاءته ينافسه على مركزه. لذلك لما بيروحوا منتخب بيموتوا نفسهم على كل فرصه لعب. عادي لما الفرقه يبقى شكلها وحش النهارده، الماتش الجاي هيلعب بنفس الناس واللي هيلعب كويس هنرجع نتغنى بجماله واحصائياته. اداره الزمالك عبر التاريخ هي اللي عملت فينا كده، عمرها ما وفرت البديل الكفء ده لو اصلا في لاعيبه اساسيه كفء. لذلك احنا بنتلكك لما بيحصل اي حاجه ايجابيه لاننا عارفين ان ده مش هيحصل كل مره. مش كل مدرب بيغلط في التشكيل او التغييرات بيخسر المباراه، عادي تدير مباراه سيئه وتكسب، لعيبتك المفروض هي اللي تشيلك. مدرب فيوتشر متزايل الدوري عنده لاعب زي جوناثان راكنه جنبه على الدكه لهدف معين انه يبقى كارت هجومي يستغله في اي لحظه، لكن احنا ما عندناش كروت على الدكه. تغيير جوناثان قصاد تغيير شيكابالا توضح لك الفوارق بين تعامل كل مدرب مع كروته المتاح. اصل مش طبيعي اي نادي في العالم يلعب 24 لعبه سيدات ورجاله وانت عموما في ازمه ماليه. فريق الكوره هو اللي بيصرف على النادي وهو اللي الناس بتتفرج عليه،
مش طبيعي تروح تجيب تدعيمات لفريق الهوكي، فريق سلة السيدات، فريق كرة القدم للسيدات، وتنس الطاولة؟ ده هيرجع عليا ايه انا بفايدة كمشجع زملكاوي؟ مفيش اجابة لاي سؤال. قدامكم 8 ايام بالظبط عشان نلحق الموسم الافريقي والمحلي. وايوه في وقت للكيد المحلي لحد 8 فبراير، ولكن على الاقل محتاجين 3 صفقات في افريقيا قبل نهاية الشهر. احنا كلنا منتظرين. في الاخير، شكرا لكل فرد فيكم ما زال عنده شغف وحب النادي الزمالك رغم كل الظروف والازمات والاوضاع الحاليه. انتوا فوق اي حد وفوق اي تقييم من اي حد. الزمالك بيكسب بيكم، الزمالك بيكسب ليكم، وبايدينا نرفع نادينا وبروحنا هنكمل شغفنا، والباقي ده بقى بتاع ربنا. الامل ما زال فيكم انتم. اتمنى جروسي يكون اتعلم حاجه من المباراه دي، واتعلم فعلا ازاي يلعب قدام الفرق المتكتله في الدفاع، خصوصا انك عندك مباراة الجون الماتش الجاي، وعلاء عبد العال انت فاهم في موضوع الاتوبيسات ده ما بيرحمش. اي نعم ما عملش كده مع الاهلي وفتح خطوطه، ولكن مليار في المية هيقفل خطوطه وهيلعب كومباكت دفاعي بنسبة كبيرة جدا. وبس كده يا معلم، دي كانت كل حاجة تخص مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري. لو عجبك بقى الفيديو متنساش تعمل لايك، اشتراك في القناة، خد لك لفة في الفيديوهات القديمة. كان معاكم هادي هشام، مع السلامة.